امام عاشور وكهربا. طب هل فعلا حسين الشحات بيتمارض وبيدعي الاصابه؟ طب 4 صفقات من العيار الثقيل للنادي الاهلي. هقول لك بص بقى، معاه شويه اخبار لوز اللوز، معاه شويه تفاصيل كده مش هتلاقيها عند اي حد. فبالله عليك يا اخي ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير مبدا بيها صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، ما عجبكش الفيديو برضو ما تبخلش عليا باللايك. هاخد لك حكايه وقصه قصه كده وخليك معايا للاخر. واذا عجبك الفيديو يا سيدي اديني لايك وريح نفسك. بص يا سيدي، صلى على النبي كده على افضل الصلاه والسلام. كابتن حسين الشحات، كابتن حسين الشحات طبعا عارفين يعني جات له اصابه في المنتخب بعد الكابتن حسام حسن مختاره ومن ضمن القائمه بتاعه المنتخب اللي هتلعب يوم 22 ان شاء الله المولى سبحانه وتعالى مع فنزويلا. راجل حس كده في تقل في العضله الخلفيه، فعلى اثرها ساب المنتخب ومشي. يسكتوا بتوع البتاع؟ لا ما يسكتوش. لا اصل الكابتن محمد صلاح لما اتصاب مش عارف فين وراح ليفربول، لا ما هو كابتن حسام حسن قال لا المفروض يقعد مع المنتخب. ما هو حسين الشحات ومش يا عم اهدى يا عم اهدى. وكمان في ناس طلعت قالت لك لا ده الكابتن حسين الشحات بيتمارض بعد النادي الاهلي ما عرف ان لقاء سيمبا يوم 29. انا اقول لك بقى على القصه واقول لك على الحكايه واقول لك على الروايه، بس تديني لايك دلوقتي، تديني لايك دلوقتي. عندي معلومه داخل اتحاد الكوره. قال لك يا سيدي الكابتن حسين الشحات لما اشتكى من التقل في العضله الخلفيه راح للطبيب المنتخب. يا دكتور ايه انا عندي تقل في العضله الخلفيه. قال له طب خلاص هروح نعمل اشاعه. راح عملوا الاشاعه ما فيهاش لا شد ولا فيها تقل ولا فيها اي حاجه ولا فيها اي حاجه. فالدكتور بيقول للكابتن حسين الشحات طب الاشاعه ما فيهاش حاجه انت بتشتكي ايه؟ قال له بص يا كابتن دكتور انا حاسس بتقل في العضله الخلفيه من ورا. قال له خلاص طالما ده احساس يبقى انت لازم تريح، لان دي ساعات ما بتزهق ما بتظهرش. خد بالك بقى الحته الطبيه دي ساعات ما بتظهرش في الاشاعات دي بالاحساس كده، بالاحساس. يعني ممكن واحد مثلا يبقى مصدع او عنده حاجه والاشعه ما تبينش بس هو حاسس، فهو العضله الخلفيه دي بالظبط. فالدكتور قال له خلاص دي ترجع لك انت، عايز تكمل في التدريب تكمل، عايز تريح. وبناء عليه الكابتن حسام حسن فضل الخروج الكابتن حسين الشحات من قائمه المنتخب. النادي الاهلي طبعا ما هو كابتن حسين الشحات النادي الاهلي لازم نكشف عليه. تبين في الاشاعات عند النادي الاهلي لا ان في شد خفيف وفي تقل خفيف. حلوه القصه دي لان الكابتن سيف زاهر طلع امبارح وقال لك بيتمارض وما تمارضش. يعني حته ان الكابتن حسين الشحات بيتمارض ومش عايز يروح المنتخب عشان خاطر لقاء سيمبا التنزاني يوم 29 والمنتخب هيبقى اخره يوم 26. يبقى في فرصه للكابتن حسين الشحات يلحق ببعثه النادي الاهلي او يبقى يعني مرتاح شويه مع بعثه النادي الاهلي قبل السفر لسيمبا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون النادي الاهلي حليفه الفوز. حلو كده يا سيدي. طب بس انت بتقول ان في خناقه كهربا وخناقه امام عاشور. لا ده مش خناقه، ده كهربا وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه ومحمد عبد المنعم. وكانت خناقه بص بقى، وكانت الدنيا ايه، كانت سنك بقى ومطاو وكانت الدنيا مقلوبه. ليه يا عم؟ علشان خاطر $50,000 اللي خدها احسن لاعب من مستشار تركي آل الشيخ في مباراه الكاس بتاعت اللي هي اتلعبت في الرياض دي. ده الكلام ده مش انا اللي بقول، الناس التانية اللي بتقول، اللي عايزه خراب للنادي الاهلي. انا عايز اقول للناس دول، لان صفحات السوشيال ميديا بتاعت النادي المنافس نازله خناقه كهرباء وخناقه امام عاشور ولعيبه النادي الاهلي بسبب مكافاه المستشار تركي آل الشيخ والحكايه والروايه والتيت والكلام ده كله عار تماما من الصحه. انا عايز اقول لهم يا بتوع البليله يا اللي ما بتفهموش او بتفهموا زي ما انت ما بتقولوا على قد فهموكوا فعلا، ان النادي الاهلي واخد قرار قبل السفر. للسعوديه ان الجايزه $50,000 اذا راحت لاي حد لده لاعب من النادي الاهلي بيتم تقسيمها على الفريق كله. سهله وبسيطه. يعني ابو سيد ما كانش في خناقه ولا كان في خناقه ولا كان في بتاع، ويا دوبت امام عاشور الله يبارك له خد المكافاه والدنيا واتفرقت على لعيبه النادي الاهلي وشكرا على كده، الموضوع خلص على كده. مفيش بقى لا خناقات ولا في حكايات ولا في روايات زي الناس ما بتقول بتوع البليله اللي احنا عارفينهم. عايزين اي خراب للنادي الاهلي وخلاص. طب يا عم فكر في ناديك يا عم الحاج وريح دماغك. يعني شوف ناديك محتاج ايه وفكر فيه وشوف امال مالكش دعوه بالنادي المنافس، مالكش دعوه بالنادي المنافس.
تساعد قلت تساعد ان في صفقات لدى النادي الاهلي، ده في كمان ناس ماشيه. يعني في ناس جايه وفي ناس ماشيه. هقول لك عن الناس اللي ماشيه. واحد، محمود متولي على فكره من احسن المدافعين في مصر، لكن الاصابه هي سبحان الله، يا سبحانك يا رب، هي الاصابه اللي بتبعد البني ادم، هي الاصابه اللي بتنزل من مستواه. سبحان الله، ده بيبقى ابتلاء. وعندنا امثله كتير جدا. خد عمرو جمال ده كان طالع بسرعه الصاروخ، وكان هيبقى هداف مصر وهداف منتخب مصر، بس لما جات له الاصابه خلاص ما بقاش عمرو جمال اللي كان بيلعب في النادي الاهلي قبل الاصابه. محمود متولي من احسن المدافعين في مصر، لكن يا خساره الاصابات، كل ما تيجي الاصابه هوب يروح الاصابه جايه له تاني، يخف من الاصابه ويلعب ماتش مع النادي الاهلي الاصابه تجيله تاني. فمارسيل كولر قال لك لا يا عم الحاج، الراجل ده اصاباته كتير، فانا مش محتاجه مع النادي الاهلي، مش هبقى محتاجه، لان اصلا بيبقى اسم معايا واسم في قائمه النادي الاهلي، لكن انا ما بستفادش بيه. مين تاني يا ابو سيدي؟ هقول لك حاضر. التاني يا سيدي هو احمد عبد القادر. لو هتاخد بالك انه خارج حسابات مارسيل كولر خالص الفتره اللي فاتت، خارج حساباته خالص، مش موجود خالص. هتقول لي يا سيد في ناس بتقول مصاب، وفي ناس بتقول مش مصاب، بس انا عندي معلومه ان خلاص مارسيل كولر قفل جدا من احمد عبد القادر، خلاص ما بقاش محتاج احمد عبد القادر معاه. مين تاني يا ابو السيد؟ اليو ديانج خلاص مطلوب في قطر. اليو ديانج بنسبه كبيره الموسم اللي جاي مش هيكمل مع النادي الاهلي، مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي. ما انت هتجيب هقول لك هيجيب مين مكانه؟ موديست. كمان يا سيدي عندي معلومه ان موديست، هو النادي الاهلي ماضي مع موديست لنهايه الموسم لحد كده وبس، وهيسيب موديست يمشي؟ لا، ده هينضم للجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. ايه يا سيد؟ اهو انا قلت لك اهو، ادي لك دلوقتي موديست الموسم مع نهايه الموسم ده هينضم للجهاز الفني لدى النادي الاهلي. طيب مين تاني يا ابو السيد؟ بص يا سيدي، علي معلول انا زعلان له هيمشي من النادي الاهلي، كان نفسي علي معلول يكمل مع النادي الاهلي او يعني ينهي مسيرته مع النادي الاهلي. هقول لك حاجه، علي معلول طلبات الماليه، يعني الماليه مغالي فيها شويه مع النادي الاهلي عايز يقلل الطلبات، لكن علي معلول متمسك بطلباته الماليه. علي معلول بنسبه كبيره جدا مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي، مش هيبقى موجود خالص مع النادي الاهلي. فانت عندك اليو ديانج وموديست وعلي معلول. طيب في ابو السيد كمان، انا بقول لك يا سيدي ان النادي الاهلي مش متمسك جدا ببيرسي تاو. يعني بيرسي تاو عايز يمشي، جاله عرض كويس ماشي، احنا نقدم له عرض وافق ماشي، جاله عرض كويس وهو عايز يمشي ماشي، يعني النادي الاهلي مش متمسك بيه قوي. طب انت قلت 4 صفقات، هقول لك ودي اللايك دلوقتي. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كده. مارسيل كولر طلب مدافع اجنبي اللي هو مين؟ ايوه، لاعب منتخب الجزائر زين بالعياد. طيب مارسيل كولر طلب لاعب خط نص اللي هو مين؟ اللي هو هيكون بديل لاليو ديانج، اللي هو مين؟ بص يا سيدي، في مفضل من مكوينه لاعب سان داونز، ومحمد علي بن رمضان لاعب اللي هو كان لاعب الترجي التونسي. في مفضله يا دوك يعني يا مارسيل كولر يختار مكوينه لاعب سان داونز او محمد علي بن رمضان. طب طلب مين تاني يا سيدي؟ محمد كوانيتي اللاعب البوركيني المهاجم، قال لك انا عايزه ماليش دعوه. ويحيى عطيه الله مكان مين؟ مكان علي معلول. خلصت حكاياتي لكن ما خلصت فيديوهاتي. اذا عجبك الفيديو بالله عليك يا اخي ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.